واش فراسك نجم المنتخب المغربي حكيم زياش با كان راه حارق لاولندا وكان عايش الفقر ومبلي بالكحول والمخدرات وبالمعجزه تقدر يهرب من هذا الشيء كامل. حكيم زياش نجم المنتخب المغربي اللي كيتقاتل وسط التيران وكيحط ريتو على قبل المنتخب، واللي ما عارفينش بزاف ديال الناس انه حكيم زياش عنده قصه معاناه قبل ما يوصل لهذا النيف، وهو الامل الاخير اللي كان العائله ديالو. كلشي بدا في 1993 في هاد السنه زاد حكيم وبالضبط في مدينه درونتموند الهولنديه. تخيل معايا انه حكيم كان هو الولد التاسع في خوتو، ومحمد اللي هو الاب ديالو اللي مغربي 100%. وفي الستينات بات حكيم كان حرق من المغرب لاوروبا واستقر في هولندا بالضبط. هادشي في سبيل يلقى خدمه ويعيش حياه كريمه، وللاسف داكشي ما مشاش كما هو هذاك، والوضع ديالهم زاد تدور. الاسره بدات كتكبر والولاد بداو كيتزادوا. من بعد مده حكيم تزاد كتاسع ولد عند والديه. حكيم صغير ما عرف والو في هذه الحياه، بقى كيلعب وما مسوقش، وملي بدا كيكبر شويه ولا كيلعب كوره، وكل نهار كيخرج يلعب مع الدراري في الدرب. حكيم معظم الوقت ديالو كيدوزها مع كوره مع الدراري. حكيم معروف بلي عنده واحد الضربه في رجليه حريفيه، من صغرو كان كيعجبو رونالدينيو وحتى زيدان، وديما كيتفرج في الفيديوهات ديالهم. حكيم فاش دار 7 سنين لقى راسو كيرتاح في كوره. هنا مشى تسجل في الفرقه ديال ديك المنطقه ديالو ريال فرونتينا، وهنا جات واحد الصدفه وتلاقى مع واحد الراجل اللي سميتو عزيز الدفقار. عزيز هو واحد اللاعب مغربي قديم قدر يحترف في اوروبا، وعزيز هو اللي غادي يكون السبب حتى ولا حكيم زياش نجم. حكيم بقى كيتريني وهو صغير مع هذيك الفرقه حتى 2003. ان حكيم جاتو اكبر صدمه واللي هي الاب ديالو توفى بواحد المرض مزمن. حكيم مرض نفسيا وهو باقي لا عنده 10 سنين. الولد ما بقاش كيف ما كان، تبدل كليا حتى تصدم في الوفاه ديال باباه. حكيم تخلى على الشغف ديالو اللي كان عنده. حكيم زياش ما بقاش كيفكر كاع في المستقبل ديالو، وحتى الكره اللي كتعجبو ما بقاش ليها الخاطر. حكيم في عمر صغير مشى لطريق خايبه ولا كيتعاطى المخدرات والكحول. الولد خسر وتبع طريق خوتو ولا هي البليد. من بعد ما كان حكيم هو الامل الوحيد اللي عند مو، دابا ولا بحال خوتو وكثر كاع. عزيز شاف الحاله اللي وصل ليها حكيم وقرر باش يبقى معاه في جنبه. وفعلا عزيز راجل وطلع ولد الناس وما فرطش في حكيم في الوقت اللي كلشي تخلى عليه. عزيز تعاون مع حكيم وبقى هو الوحيد اللي معه، وعاونو في هذيك الدوامه اللي كان فيها، وبقى كيعطي اي حاجه خصاتو ودا الفريق الهيرفينين باش يرجع يلعب كره. حكيم بعاد على العائله ديالو بسبب التداريب، والفرق ديال بابا باقي متاثر فيه. حكيم دار 16 عام وانا رجع كيستعمل المخدرات وزاد تخلى على القرايه ديالو. الحياه ديال حكيم ولات تكفس من الاول ومستقبله ما بقاش كيبان ليه، وحتى الفرقه ديالو ما بقاش كيلعب معاه بسبب المشاكل. عزيز شاف الحاله ديال حكيم زاد تكفسات، ولكن واخا هكاك ما استسلمش. عزيز عاود رجع حكيم من الطريق خايبه، كان هو المدرب ديالو في نفس الوقت كان هو الاب ديالو. زياش لحسن الحظ ديالو ولا كيستوعب هذا الشيء اللي عايش فيه ولا كيفكر في المستقبل ديالو. حكيم هنا ولا كيتريني وزاد دار عقلو في كوره، واخا الثاره والغرور اللي فيه. حكيم كيحك جلده وكيخلي بنادم غير حال فمو في التيران. من بعد اشهر حكيم تعرف على واحد المناجر مصطفى النخيلي، يبعدو من المخيط اللي ما خلاش يركز في الكارير ديالو. بقاو ساكنين في نفس البارتمان لمده 3 سنين. حكيم هنا لقى راسو مزير وديك الثاره اللي كانت فيه ما لقاش فين يديرها. هنا فين كلشي تبدل. حكيم بدا كيتريني وكيتقاتل ويدير كاع اللي في جهدو، حيت زاد تستوعب الواقع كيفاش داير، وكيزيد يتريني باش يشد بلاصتو في الفرقه. حكيم بقى كيلعب مع الفريق الشبان والمدرب ما بغاش يطلعوا الكبار بسبب سوء السلوك ديال زياش، ولكن مصطفى النخيلي بقى معاه حتى دار عقلو. وحتى حكيم بقى كيتريني وكيتقاتل حتى جاتو الفرصه في 2014. استدعى المدرب للفريق الاول، الدري تبدل كليا ولا واحد اخر وخصص كاع الوقت ديالو للكره. زياش خدا بزاف ديال الجوائز الفرديه. حكيم شاف بلي خاصو يبين الموهبه ديالو وبغى يطلع النيف. هنا فين جا الدور ديال الماناجر ديالو مصطفى النخيل. داه الاياكس امستردام في الصيف ديال 2016. حكيم ولاو عنده 2 اهداف، الاول هو يدي الالقاب مع الفريق، والثاني هو يلعب في دوري ابطال اوروبا. حكيم زياش ولا واحد الكره بجديه، واخا رقيق وضعيف ولكن مسوفلي، ويقدر يبدل الماتش كامل بباصه وحده من عنده. حكيم دار ماتشات واعرين مع اياكس. هنا تستدعى للمنتخب المغربي باش يمثل المغرب، وبطبيعه الحال حكيم اختار المغرب ورفض هولندا. قال في واحد التصريح مشهور ليه بلي واحد ما يقدرش يختار مو، وهنا كيقصد بلادو. زياش بقى كيلعب ويستمتع مع اياكس. كيتصدم فاش طاح صاحبو عبد الحق النوري في كوما. زياش بقى اسابيع هو متاثر والنيفو ديالو طاح، ولكن حكيم من بعد غير يرجع وعرف بلي هو محظوظ وخاصو يزيد يلعب، وهذا الشيء باش يفرح عائلته. حكيم ورجع كيتريني ويتقاتل مره اخرى، والدرابو ديال المغرب ديما في قلبه. دار موسم واعر وخدا افضل لاعب في الدوري الهولندي. حكيم دار بطوله مع اياكس وتخلق له بزاف ديال الجماهير. ملي لعب الشامبيونز ليغ اللي عقلته هو اللي قصر ريال مدريد وطلعوا لنصف النهائي. حكيم خدا الانظار ديال بزاف ديال الفرق الاوروبيه اللي كبار، منها الباير ومانشستر يونايتد، ولكن حكيم خدا الطريق الصعيب. في 2020 مشى لفريق تشيلسي الانجليزي وتحدى راسو باش يلعب في البريمير ليغ.
ومن بعد عام حكيم بدا الشامبيونز ليغ مع تشيلسي، ولا كيلعب مع لعابه واعرين وينافس فريقين اللي كبار. شكون قال لي باغا حارق من المغرب يولي نجم كره القدم وغادي يدي الشامبيونز ليغ؟ حكيم ولا كيشد ملايين الدولارات، صوفا مو خوتو كاملين، ولعب مع المنتخب في كاس العالم 2018. من بعد ما كان مشاكل مع المدرب خليل وزيتش، حكيم قدر يرجع يلعب في المونديال ديال قطر مع المدرب الجديد وليد الركراكي. كان هذا هو الفيديو الخوت ديال حكيم زياش. القصه ديالو قصه واعره الدراري، نتلاقاو في فيديو